ركز في الكلمتين الجايين دول علشان هنحتاجهم طول الحلقة. الدجل هو اللعب الذكي برغبات وآمال الناس، وفي ساعة الانفعال الكل هنا بيتساوى في تقبل الإيحاء. مفيش بقى هنا فرق بين ذكي وغبي أو متعلم ومثقف. القلق بيخلق حالة من تقبل الإيحاء، وفي ظل الإيحاء الناس ممكن تصدق أي حاجة، واللي يخاف من العفريت يطلع له. ده كان كلام أحمد زكي في فيلم البيضة والحجر. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة، ويلا بينا. في التسعينيات وتحديدا سنة 1999 تظهر معالجة روحانية في الفترة دي كانت مشهورة جدا، وكان اسمها الشيخة نادية، وكانت بتعالج الناس من الأمراض الخطيرة ومن المس والسحر والربط. اسمها بالكامل نادية معوض طه محمد حسن، وكانت عايشة في منطقة اسمها أبيس في اسكندرية، وكانت متجوزة ومخلفة طفلة عمرها 5 سنين، وعايشة مع أبوها وأمها وأخواتها الاتنين اللي كانوا بيساعدوها في الجلسات اللي هي بتعملها. الغريب إن واحد من إخواتها دول يكون دكتور، وهو اللي كان مدير أعمالها زي ما بقولك كده. صدقني الشيخة نادية اشتهرت إنها معالجة روحانية بتعالج الناس من الأمراض الصعبة، سواء كانت جسدية زي أمراض انسداد الشرايين والبواسير والقلب والشلل، وكمان كانت بتعالج الناس من الأمراض الروحية زي المس والسحر والربط والصرع. الشيخة نادية بقى كانت بتعمل جلسات العلاج دي في بيتها، وكانت عاملة قدام البيت خيمة كبيرة جدا، وتحت الخيمة دي حرفيا بيبقى واقف آلاف من الناس، رجالة وستات وأطفال، كل واحد فيهم يكون عنده مرض شكل، اللي ملبوس من الجن أو اللي معمول له سحر أسود ربنا يبعده عننا. ربنا يبني كده ويروق لي وشي. جاي عشان خاطر ظهري. انا عندي تعب في المفاصل. يأتي للشيخة نادية راغبو العلاج من كل مكان من مصر وخارج مصر، بعد أن عجز الأطباء عن علاج حالاتهم. على طريقة الفنان أحمد زكي في فيلم البيضة والحجر، كان بيجي للشيخة نادية ناس كتير مثقفة وعلى درجة كبيرة من العلم، يعني مش ناس فقيرة وجهلة بس. يعني هتلاقي الدكتور والمهندس والضابط بيتعالجوا عند الشيخة نادية، وكانت بتعالج يوم واحد بس في الأسبوع، وبتكون جلسة جماعية في الخيمة اللي قصاد البيت. بتبقى واقفة وماسكة ميكروفون، وناس كتيرة تكون واقفة في الخيمة وتفضل تردد آيات التحصين، وصوتها يكون خارج من السماعات اللي متعلقة في الخيمة. وزي ما قلنا في بداية الحلقة ان في ساعة الانفعال الكل بيتساوى في تقبل الإيحاء، والناس ساعتها هتصدق اي حاجة. بيبدأ يظهر اعراض غريبة على الناس، ناس تصرخ وناس تانية يجيلها صرع ويقعوا على الارض ويفضلوا يتمرمغوا زي المجانين. وهنا بقى يجي دور رجالة الشيخة نادية اللي هم اخواتها، يجيبوا الحالة ويوقفوها قدامها. وهنا الشيخة نادية تعمل حاجة غريبة جدا، تحط صوابع ايدها في بقها، وبعد كده تخرج ايديها وتحطها على راس المريض، وده في اعلان منها ان الجن اللي عليها خرج. وتبدأ بعدها تردد آيات التحصين لحد ما الحالة تهدى، والشيخة نادية تعلن ان خلاص الجن اللي على المريضة خرج. طب نفترض بقى ان المريض ده فضل برضه يصرخ، العمل هيكون ايه ساعتها؟ فما كان الا ان اخواتها يضربوا المريض بالعصاية في اماكن معينة بتقول عليها ان الجن موجود فيها، لحد ما يجيب منها دم، وتبتدي الشيخة نادية تعلن خروج الجن منه وانه خلاص خف. في بقى حالات بتبقى محتاجة اكتر من جلسة، فالشيخة نادية بتبتدي تقول للناس دي شوية نصايح، زي انك تصلي لمدة 10 ايام وتنام وانت متوضي وتقرأ ايات التحصين، وبعد كده ترجع لها تاني. فالشيخة نادية تأكد بعدها ان الجن خرج من الجسم. واللي كان بيحصل في الجلسات دي كان غريب وعجيب. الغريب بقى اكتر ان بعد كده يطلع دكتور ويعمل حوار صحفي اسمه الدكتور محمد ابو المعاطي حسنين، طبيب مقيم في استراليا من 29 سنة. اخوه يجيله ورم في القولون، والطب يبتدي يعجز عن علاجه لحد ما يروح للشيخة نادية واخوه يخف.
السؤال هنا بقى، هي الشيخة نادية ازاي بقت معالجة روحانية؟ انا هقولك. الشيخة نادية كان عندها اخ اسمه محمد، كان بيشوف جن وبيكلمه في ودانه. اخوها بقى عامل زي المجنون، ياخدوه ويروحوا الشيخ علشان يعالجوا. فالشيخ يقول لها بعد ما يبص في عينها، انت معمول لك سحر اسود ومشوارك طويل. وانا مش هطول عليك في الكلام. الشيخة نادية تفضل تقاوم الشياطين 6 شهور زي ما هي بتقول، لحد ما يجيلها حد في الرؤية 3 مرات ورا بعض ويقول لها صومي لربنا 45 يوم وتفطري على تمر وخبز. وبعدها تحكي وتقول إن حياتها اتغيرت وبقت تشوف وتتنبأ بحاجات حصلت. يعني كان بيجيلها شيخ علشان يعالجها، تقوم هي اللي تقوله إن هو تعبان ومراته وعياله عندهم إيه. ومن هنا تبدأ الشيخة نادية رحلة علاج الناس. وبتقول إن هي كان معاها أطباء من الجن على طريقة الخالة نوسة. وفي 8 ديسمبر سنة 1999 اتحكم عليها بالسجن 3 سنين وغرامة 500 جنيه، وبعد كده محدش يعرف عنها حاجة. تفتكروا بقى الشيخة نادية ساحرة ولا ملبوسة؟ خليك فاكر إن هي اتقبض عليها سنة 1999، وإن فيلم أحمد زكي البيضة والحجر اتعرض سنة 1990. هل الشيخة نادية استوحت الفكرة من فيلم البيضة والحجر؟ ما تنساش تبقى تكتب لنا رأيك في الكومنتات. ربنا يحفظنا ويحافظ علينا. ويل للعالم إذا انحرف فيه المتعلمون وتباهظ المثقفون. بس كده، ما تنساش تعمل لايك وشير وتشترك في القناة عشان كل جديد يوصلك. ودي كانت حكاية من حكاوي دنيا، احنا دايما بنكبر بيكم. بس كده، سلام.